ديسمبر في الدوري الانجليزي مش مجرد شهر، ده وحش ليه اسنان اسمها 3 ماتشات في الاسبوع، وديل اسمه البوكسنج داي، وانت كفريق بتدخل عليه باصاباتك وغياباتك والناشئين اللي محدش فيهم فاهم يعني ايه الكره التانيه دي غير المدرب ولؤي فوزي. وهي دي متلازمه الكريسماس. لو انت ارسنال فالموضوع بالنسبه لك مش مجرد متلازمه، ده طبع مكتوب على جيناتك، محطوط في الدي ان اي بتاعك جنب جمله وي اولموست ديد. ارسنال في موسم 2022 2023 كان بيطير حرفيا، جيسوس بيسجل، ساكا بيرقص، ارتيتا بيزعق للكاميرا اكتر ما بيزعق للعيبه، وكل حاجه كانت ماشيه زي السكينه في الحلاوه. ماشي لحد ما جه ديسمبر ووراها راس السنه والفورمه قالت استأذن انا بقى، يتعادلوا ماتشين يخسروا ماتش، وفجأة سيتي من بعيد يقول هابي نيو يير. والمشكلة ان ده ما حصلش مرة واحدة بس، ده حصل 2008 و2016 و2023، لدرجة ان جماهير ارسنال بقوا خلاص بيقنعوا نفسهم ان ديسمبر كلابس دي جزء من تقاليد النادي زي اعياد الميلاد كده. لكن الغريب ان نفس السيناريو حرفيا بيحصل في اندية تانية بس بالعكس. وهنا ندخل على حالات اندية بتدخل السيزون وهي نايمة، لكن لما ديسمبر يجي بتقلب سوبرمان. في فرق بتكتشف نفسها في يناير اكتر ما بتكتشف نفسها في الميركاتو، واشهر مثال على ده فريق اسمه مانشستر يونايتد. لو في مصطلح اسمه جانيوري ريزركشن او قيامة يناير فهو اتخلق مخصوص علشان مانشستر يونايتد. الفريق كان الرابع على الدوري، ثم فجأة بعد راس السنة 12 ماتش من غير خساره. فيرجسون نفسه طلع يقول we don't start playing until the calendar tells us it's time، يعني احنا ما بنلعبش الا لما النتيجه تقول لنا العبوا دلوقتي، يعني خلاص بقى جه يناير يلا فوق فوق. في 2008 فتره ديسمبر كانت كارثيه لمانشستر يونايتد، واول السنه 11 فوز على التوالي. رونالدو كان بيحط الجون والتاني قبل ما الخصم يفوق من الصدمه، والكلام ده ما ينطبقش على فيرجسون بس، لا حتى في العصور المظلمه بعد فيرجسون سولشاير بيعمل نفس اللي كان بيحصل. فريق تايه في نوفمبر وفي يناير تحس ان هم كلوا سبانخ باباي. طب ايه الغريب؟ النص التاني من السيزون والفريق بيفوق. الغريب ان الاتنين بيكملوا بعض، ارسنال ينهار اليونايتد بيقوم. ماشي بقى خط الدفاع اللي عندك من ارسنال في الفانسي ده كله، وهات مبومو ولا فرنانديز ولا اي حد. لكن لو بنتكلم عن الانهيارات في ديسمبر، في فريق ما ينفعش نعديه، توتنهام. سبيرز لو كانوا باند وبيعملوا حفله في راس السنه اكيد هيجوا متاخر، ولما يجوا الدي جي هيغلط في الباور وكهربا هتقطع. ديسمبر بالنسبه لتوتنهام مش شهر، ده اختبار نفسي اجتماعي رياضي ذهني، حاجه غريبه. 2017 الفريق كان ماشي حلو، فجاه 4 مباريات بدون فوز. 2019 مورينيو رجع الدوري الانجليزي وجماهير متفائله. ديسمبر يجي الفريق يقع، الميركاتو يخلص الفريق يكمل وقع. 2021 2022 كورونا واصابات وضغط مباريات، الفريق بينهار. وبعدين لما تيجي راس السنه بتبدا صحوه خفيفه، لكن بعد ايه الفريق انهار، النقط راحت. ومع كل ده سبيرس مش اسوأ فريق الشهر ده، الناس دي عندها جار، الجار ده قرر ياخد لقب اسوأ بوكسنج داي في التاريخ، ايفرتون. وهنا ننتقل لمتلازمة البوكسنج داي او كما تعرف علميا بيه، او احنا ليه بنلعب يوم 26 جوي نويل. يوم 26 ديسمبر في انجلترا مش مجرد ماتش، ده حدث رياضي قومي بس لبعض الانديه، يعني ممنوع الاقتراب او التصوير. ايفرتون مثلا في اخر ربع قرن ما كسبوش البوكسنج داي غير مرتين بس. الجماهير حرفيا بتقول ان النادي بيحتفل بالكريسماس يومين زياده، وعكسه تماما تشيلسي هو ملك البوكسنج داي، لو معاهم مورينيو ما بيعرفوش يخسروا فيه، لو بيدربهم انشيلوتي الفرقه هتعمل حفله اهداف، وكنت كان بيرجع من الكريسماس كانه راجع من معسكر عسكري. وهنا نلاحظ حاجه غريبه، الكلام ده بيحصل في الدوري الانجليزي بس ولا ظاهره عالميه؟ لو في نادي بيحب يناير فهو ريال مدريد. مدريد بعد اجازه راس السنه بيتحول، فجاه تكتشف ان الفريق اللي بيخسر قدام شختار بيكسب ليفربول 5، والفريق اللي بيتعادل مع إليتش ده قدام هيكسب الكلاسيكو. ريال مدريد في سجله في 2017 هزيمه واحده بس بعد الكريسماس، وفي 2022 فينيسيوس وبنزيما عندهم طاقه غير عاديه، مش نافع عليهم لا دفاعات ولا ضغط ولا اي حاجه. وعلى الجانب الاخر في برشلونه عكس ريال مدريد تماما. في ديسمبر برشلونه بيكون منافس شرس، لكن في يناير بتدور على الفريق اللي كان بيلعب قبل كده. في سنه 2020 مثلا كانوا متصدرين قبل راس السنه، وبعد يناير فقدوا نقط بالجمله. طب ده الدوري الاسباني، فين الدوري الفرنسي البوندسليجا؟ وهنا نخش على اكبر متلازمه في اوروبا كلها، الدوري الالماني عنده وقفه شتويه طويله. وانت فاكر ان ده في مصلحه باقي الفرق؟ لا، ده في مصلحه البايرن بس. الفريق
بيرجع من الاجازه كانه بوت جديد. في سنه 2021 طلعوا من المركز الرابع للمركز الاول في اسبوعين بس، 7 ماتشات كلهم فوز. سنه 2018 في سنه 2014 البايرن كسبت 13-0 في اول 4 ماتشات. تخيل انت بقى فريق الماني عادي راجع من الاجازه تقابل بايرن ميونخ، انت رجليك لسه ناشفه عايز تمشي كوره وهم راجعين بفورمه اولمبيه. العوده بعد الكريسماس عند الفرق اللي احنا اتكلمنا عليها دي معناها ان هم راجعين يزودوا فرق النقط، الا بايرن ميونخ راجعين يزودوا فرق البطولات. دوري مزارعين. وطبعا لو اوروبا ليها متلازمه فرنسا لازم يبقى ليها واحده، وهنا نروح لباريس سان جيرمان. بي اس جي ما ينفعش يعدي من يناير لغايه فبراير من غير ما يحصل كارثه. زي ما في ناس عندها حساسيه من التراب، باريس عندها حساسيه من ادوار خروج المغلوب. 2017 ريمونتادا، 2019 خروج من اليونايتد في باريس، 2022 كريم بنزيما يقدم لهم درس في 17 دقيقه، 2023 نفس الموضوع. الفريق لما بيرجع من اجازه الكريسماس اللياقه بتبقى اقل والروح بتبقى اضعف والنجوم بتاعتهم بيبقوا مفصولين، كأن الاجازه بتسحب روح النادي معاها. طب اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله على مستوى الانديه، طب واللاعبين؟ مين اللعيب اللي لما يجي راس السنه بيقلب نسخه افضل؟ صلاح ممكن يبقى اخطر لاعب في ال10 شهور الباقيين من السنه، لكن يناير شهر عجيب، والسبب البطوله اللي احنا فيها دلوقتي دي. كل مره صلاح يسافر البطوله يرجع ليفربول بعد اسبوعين مرهق نفسيا وبدنيا. 2017 2019 2022 نفس السيناريو، عوده بطيئه، اهداف قليله، ضغط الماتشات. يا رب السيزون ده يبقى بالعكس، بما ان ليفربول كلها مش شايفه قدامها ناخد احنا افريقيا وهو يرجع يدي الدوري كله على عينه. عكس صلاح تماما هاري كين، عكس صلاح تماما هاري كين او مستر ديسمبر بيعتبر ديسمبر شهر الحصاد. هاري كين بيسجل في شهر ديسمبر بمعدل اعلى من اي شهر تاني، الصحافه الانجليزيه بتسميها وينتر هارفست، ودلوقتي هو كمان بيلعب مع البايرن اللي بتكركب الدنيا لما بترجع، فربنا يستر علينا. والظاهره دي مش محصوره في النجوم بس، في انديه صغيره عندها تقويم سنوي خاص بيها، في فرق كتيره لها صولات وجولات في متلازمه الكريسماس. مثلا بيرني مع شون دايتش كان عنده روتين سيء في نوفمبر وديسمبر يرجع ينهض في يناير وفبراير، زي واحد بيذاكر نص السنه يوم النتيجه، بس هم لو ما ذاكروش دلوقتي هيتسحبوا على الدرجه الثانيه. وبره انجلترا في سيلتيك، ملوك البرد. سيلتيك في ديسمبر عاده بيقدم افضل مستوى، كل الفرق بتتعب من البرد، سيلتيك لا، الطقس نفسه بيلعب معاهم. وهنا نرجع للسؤال الاساسي، ليه كل ده بيحصل؟ ايه اللي يخلي الكريسماس وراس السنه وقت حساس قوي كده في الكوره؟ اللي بيحصل في يناير وديسمبر ده مش صدفه، ده مجموعه عوامل، ضغط مباريات غير طبيعي، اجهاد نفسي، سفر اللاعبين لبطولات قاريه، اصابات بسبب البرد او الملعب، توقف الدوريات، اللعيبه اللي راجعه من الاجازه وجسمها عشوائي خلاص مش ملتزمين باي حاجه، وعشان كده نفس النادي بينهار كل ديسمبر، ونفس اللاعب بيسجل كل يناير، ونفس الفرق بتنقذ الموسم بتاعها بعد راس السنه. ومش بس كده، احيانا انت بتلاقي ان المتلازمه دي هي اللي بتحدد بطل الدوري، زي مانشستر سيتي اللي بيستغل سقوط الكل وبيفضل يجمع نقط في الوقت اللي المنافسين فيه واقعين، وبتنتهي السنه ويجي المدرب يقول لك احنا اتظلمنا بسبب ضغط المباريات، والمشجع بيقول السنه الجايه ان شاء الله. متلازمه راس السنه مش ظاهره ولا قاعده ولا حتى لغز، ولا هي اصلا متلازمه فعلا، هي مجرد لحظة الحقيقة. الفرق اللي جاهزة بتطلع والفرق اللي مش جاهزة بتقع، النجوم اللي محافظين على نفسهم بيبانوا والمستهترين بيختفوا، وفي كل بداية سنة الكل يقول السنة الجاية غير، بس زي ما قال واحد من جمهور أرسنال احنا مش عايزين السنة الجاية تبقى غير، احنا عايزين ديسمبر هو اللي يبقى غير. وعلشان كده هتفضل متلازمة راس السنة موجودة، وهتفضل الكورة نفسها أحلى لأنها مش متوقعة ولا بتحترم حد ولا ليها كبير ولا بتقول لحد هابي نيو يير. السلام عليكم.